نسمي ده بقى كده ونبدا مع بعض في الدرس اللي عليه الدور اللي هو الدرس الثالث. العلاقه بين مساحتي مضلعين متشابهين. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ هو احنا جينا في اول درس لما قلنا ان الالف ب ج د يشبه س ص ع ج سواء كانوا مضلعين او مثلثين، سواء كانوا مضلعين او مثلثين. مضلع ا ب ج د يشبه مضلع س ص ع ل. كنا بنقول له يبقى مين على مين بيساوي مين على مين بيساوي مين على مين؟ هي مراجعه سريعه كده. ها؟ كنا بنقول له ا ب هي ص على س ص بيساوي كام يا سعيد؟ ا ب ج على ص ع بيساوي ج د على ع ل بيساوي ا د على س ل. ركز معايا عشان ما احفظكش. تمام كده؟ كان بيساوي على ايه؟ لو جاب لي كلمه المحيط كنت بقول له بيساوي محيط اللي فوق على المحيط اللي تحت اللي هو مين؟ محيط س ص ع ل. ومن هنا بقى نكتشف حاجه. هنكتشف يا مستر ان لو النسبه بين الضلعين 2 على 3 يبقى برضه النسبه بين المحيطين كام على كام؟ صح ولا مش صح؟ يبقى ده كده اول قانون عندي. اول قانون بيقول ان محيط على محيط هو ضلع على ايه؟ ضلع. يبقى اول قانون عندي محيط على محيط هو ضلع على ضلع، بس لازم يكونوا طبعا متناظرين. ماشي؟ مش هيد ضلعين كده والسلام. يبقى تاني يا محمد محيط على محيط هو ايه على ايه؟ ضلع على ضلع. في اي مشكله في الكلام ده؟ ادي اول قانون يا مستر. طب يا سجا انت كلمتني يا مستر على المحيط ما كلمتنيش على مين؟ على المساحه. فالدرس التالت بقى يكلمك عن المساحه. هل يا مستر مساحه على مساحه هي برضه 2 على 3؟ لا. قال لك ايه بقى؟ لو انت عايز المساحه بتربع الضلع. يعني محيط على محيط هو نفس الضلع بالظبط اللي هو كام على كام؟ 2 على 3. انما لو انت عايز المساحه على المساحه ربع ده وربع ده يبقى 2 أس 2 وتحت 3 أس 2. طبعا 2 أس 2 بكام؟ 3 أس 2 بكام؟ يبقى المساحه على المساحه ساعتها هتساوي كام على كام؟ 4 على 9. وده القانون اللي بعده. يبقى مستر محيط على محيط هي ضلع على ضلع، انما مساحه على مساحه بتساوي ايه بقى؟ ضلع تربيع على ضلع تربيع. ربع الاضلاع. اتفقنا؟ يبقى قانونين مهمين جدا 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 عندي. طبعا لازم هيجي في الامتحان المساله دي. يبقى محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. مساحه على مساحه بتساوي ضلع تربيع على ضلع تربيع. يبقى انا وانا بقرا السؤال هلاقي فيه كلمه محيط وضلع يبقى اكتب القانون ده. طب لو لقيت علاقه ما بين مساحه وضلع هكتب القانون ده. طب حد يعرف يستنتج لي كده يا سجا قانون ما بين المحيط والمساحه؟ هو نفس ده على ده بيساوي ده على ده. لا مش ضعف، انا باين ايه؟ الضعف غير التربيع على فكره، الضعف غير التربيع. بص كده معايا، بص معايا. مش انت قلت لي يا مستر مساحه على مساحه هي كام على كام؟ قلت لي ضلع تربيع على ضلع تربيع، صح ولا مش صح؟ مش انت امالك لسه قايل لي فوق محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع؟ انما مساحه على مساحه بتساوي ايه؟ ضلع تربيع على ضلع تربيع. مش انت يا مستر بتعامل المحيط نفس معامله الضلع في النسب؟ يبقى انا ممكن اشيل الضلع واحط مكانه كام؟ محيط. بس كده. يبقى مساحه على مساحه بتساوي محيط تربيع على محيط تربيع. يعني يا مستر من الاخر كده المساحه ايه؟ بتربع. مساحه ايه؟ بتربع. يبقى محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. لو شميت كلمه محيط وضلع يبقى محيط على محيط ضلع. طب قريت في المساله مساحه وضلع، مساحه على مساحه ضلع تربيع على ضلع تربيع. طب السؤال في علاقه ما بين مساحه ومحيط يبقى مساحه على مساحه بتساوي محيط تربيع على محيط تربيع. بصوا كده في اول سؤال دي ايه؟ محيط صح؟ وبيتكلم عن مساحه. يبقى ده علاقه ما بين ايه وايه؟ مساحه ومحيط. القانون ده. السؤال اللي بعده دي ايه؟ محيط بيتكلم عن مساحه وهنشتغل عليهم حالا ونشوف. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. تعال نشوف ايه اللي بعد كده. يا مستر يعني هو كله بالتربيع؟ كله بالتربيع ما عدا حاجتين هديهم لك كمان باخد كده عشان تبقى عارف. اتفقنا؟ بس دول اهم 3 حاجات عندي. دول اهم 3 حاجات عندي.
وبرضه في قانون عشان لو جالك يعني يختبرك كده وقام قايل لك ايه؟ يقول لك اذا كان طول المتوسط ده الى طول المتوسط اللي هناك 2 الى 3 برضه في المساحه بتربع، يبقى 2 تربيع على 3 تربيع يبقى 4 على 9 سواء كان متوسط او منصف. يبقى مساحه على مساحه بتساوي متوسط تربيع على متوسط تربيع، واقول لك حالا يعني ايه متوسط اللي انت ناسيه. او بتساوي منصف تربيع على منصف تربيع، منصف تربيع على ايه؟ منصف تربيع. يعني يا مستر لو المثلثين دول متشابهين تمام؟ والمتوسط اللي هنا المتوسط ده بيكون نقطه فين؟ في المنتصف، يعني مثلا دي الف ادي ده في المنتصف اهي، يبقى الالف ده اسمه ايه؟ متوسط. مثلا ده اسمه س ص ع، الهي دي في المنتصف، يبقى السين ه ده اسمه ايه؟ متوسط. لو المتوسط ده بثلاثه والمتوسط ده باثنين، يعني النسبة كام على كام؟ 3 على 2، يبقى النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ هل 3 إلى 2؟ أنا بربع، يبقى كام إلى كام؟ 9 إلى 4 في المساحة بربع، تمام كده؟ النسبة بين الضلعين كام إلى كام؟ أو المتوسطين كام إلى كام يا سجا؟ 3 إلى 2. طب النسبة بين المحيطين كام إلى كام؟ برضه 3 إلى 2 النسبة بين المحيطين. ده أنا يا جنى. النسبة بين المتوسطين 3 إلى 2. النسبة برضه بين الضلعين هتلاقيها 3 إلى 2. النسبة بين المحيطين برضه هتلاقيها 3 إلى 2 كلهم زي بعض ما عدا مين؟ المساحة. المساحة بتربع. يبقى يا شهد النسبة بين المساحتين يبقى كام إلى كام؟ لما تربعي الثلاثة تبقى كام؟ ولما اربع الاثنين تبقى كام؟ يبقى النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ يعني النسب كلها زي بعض 3 إلى 2 زي الأضلاع وزي المتوسط وزي المنصف، تمام كده؟ ما عدا مين؟ المساحة. المساحة بتعمل إيه يا نور؟ بتربع. يعني الثلاثة دي لما أربعة تبقى والاثنين لما أربعة تبقى يبقى النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ 9 إلى 4. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى أنا أول يا شهد ما أشوف كده محيط وضلع، محيط على محيط هو ضلع. تمام كده؟ طب مساحة على مساحة لا، ضلع تربيع على ضلع تربيع، أو محيط تربيع على محيط تربيع. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى النسب كلها زي بعضها ما عدا مين؟ المساحة. بتعمل إيه في النسب؟ بتربع. تربع يعني تضربها في نفسها. تعال نشوف الأسئلة كده ونتفاهم فيها. تعالوا نقرا السؤال. يلا محمد يبقى معايا السؤال كده محمد. بيقول لي إذا كانت النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين كم إلى كام؟ 9 إلى 16 ومحيط المثلث الأصغر 60. اوجد محيط المثلث الإيه؟ الأكبر. يا ده علاقة ما بين إيه وإيه يا جنى؟ أنا شايف في المسألة في إيه؟ مساحة، وشايف في إيه؟ محيط. هو قانون واحد اللي أنا هكتبه بتاع المساحة والمحيط، يبقى أنا أقول له إيه؟ مساحة على مساحة بيساوي محيط تربيع على محيط تربيع بكل سهولة. في كذا طريقة للحل بس أنا بديك الحل الأسهل إن أنت تحل بيه من غير لخبطة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يلا يا شباب، يبقى مساحة على مساحة بتساوي محيط تربيع على محيط تربيع. في أي مشكلة في الكلام ده؟ طب تعالى نشوف. هو قال لي إيه يا شباب؟ ده كده معايا؟ يقول لي إذا كانت النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ يعني دي 9 ودي كام؟ النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ يبقى دي 9 ودي اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عايز تكتبهم تحت مفيش مشاكل. اتفقنا؟ يبقى أنت هنا هيديك واحد ويعوز التاني، يا يديك الصغير ويعوز الكبير يا يديك الكبير ويعوز الصغير. بس طب تعالى نشوف. بيقول لك يا ساره هو محيط المثلث الاصغر كام؟ هو الصغير طبعا فوق اهو، الكبير فين؟ تحت. يقول لك محيط الصغير كام؟ 60. دي 60 بس الصفر مش موجوده. محيط المثلث الصغير كام يا شباب؟ ادي يا مستر هشيل ده واحط مكانها 60، يبقى فوق كده 60 أس 2. عايز ايه بقى؟ عايز محيط الاكبر اللي تحت ده. عايز محيط ده ده المجهول الوحيد اللي عندي في المساله. مين المجهول الوحيد اللي عندك في المساله دلوقتي؟ المحيط ده. محيط مين؟ الكبير. محيط الكبير.
تمام ولا مش تمام؟ عندك بقى طريقتين للحل. لا في مشكله لحد دلوقتي تاني؟ قبل ما اكمل الحل تعالى نشوف. يا جنى انا وانا بقرا السؤال دلوقتي لقيت علاقه ما بين ايه؟ مساحه وعلاقه بين ايه؟ فين القانون اللي بيجمع مساحه بالمحيط؟ مساحه على مساحه بيساوي محيط تربيع على محيط تربيع، قمت جاي كاتب القانون. لقيت المساحه كام يا ادم؟ هو اللي بيقول لي 9 على، قمت شايل دي وكاتب 9 وشايل دي وكاتب 16. في مشكله في الكلام ده؟ معيار. وبعد كده اما قايل لي ان المحيط الصغير بكام؟ ب 60، قمت جاي على اللي فوق ده، انا بادئ صغير على كبير اهو، ماشي؟ فانا قمت شايل ده وقمت كاتب مكانه كام؟ 60، بس ما تنساش الايه؟ التربيع. واحد عايز يكتب 60 تربيع ب 3600، ماشي مفيش مشكله، ممكن اشيلها لك حالا واكتب مكانها 3600. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عايز اكتبها لك اكتبها لك. اتفقنا؟ سيبها دلوقتي زي ما هي ايه، ماشي؟ تمام. يا مستر الخطوه اللي جايه نحل بيها، الخطوه اللي جايه يا اما تجيب قيمه المجهول ده وبعدين تاخد له الايه؟ الجذر عشان تتخلص من القص بتاخد جذر، يا اما اجيب قيمه المجهول ده يعني اضرب ده في ده على ده وبعد كده الناتج اخد له الايه؟ الجذر. يا اما من دلوقتي يا نور تاخدي الجذر للكل. تمام؟ انا من دلوقتي مش دي لها جذر، دي لها جذر، دي لها جذر، دي لها جذر، ما هم كلهم اعداد مربعه، ممكن اخد الجذر للكل. يبقى حاجه من الاثنين قدامك، تعالى نعمل بالخطوتين، ماشي؟ تعالى نعمل بده وتعالى نعمل بده. مين المجهول اللي عندك ده يا مستر؟ المجهول اللي عندي. يلا انا اعمل ايه؟ مقص. مين المجهول يا مستر؟ المحيط الكبير بس عليه ايه؟ مين اللي جه معاه في المقص؟ تنزل فين؟ وفوق كام في كام؟ 16 في 60 أس 2. اعملي دي بالآلة الحاسبة. اعملي دي بالآلة الحاسبة وقول لي حالا يلا. اعملي دي بالآلة الحاسبة وقول لي. الموضوع صح؟ 6400. نعم؟ 6400. 6400. 6400. هل دي الإجابة يا عم سيد؟ ده دي المحيط كبير بس متربع. اخد له الايه بقى؟ الجذر، عشان ده عليها ملك أس 2، عشان تتخلص من الأس بتاخد جذر، الاثنين عكس بعض، اهو واخد جذر تربيعي وجذر تربيعي، خد يا ترى جذر تربيعي، يبقى هناك بقى محيط الأكبر. وجذر دي بكام يا شباب؟ يبقى المحيط ده بكام؟ ب 80. في مشكلة في الكلام ده؟ دي الطريقة الايه؟ الأولى. ممكن تصورها لي بالطريقة الأولى؟ ممكن تصورها لي؟ احنا أخدنا جذر، ها؟ أخدنا الجذر هنا وأخدنا الجذر هنا. صورها عشان نحلها بالطريقة التانية. السؤال ده أساسي في أي امتحان، في الاختياري واحدة كده في الاختياري. اتفقنا؟ ولا تخليها. يلا طب تعالى نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية ايه بقى يا عم الأدهم؟ احنا قلنا هنسطر الطريقة الأولى إن أنا ده كله مجهول، فأنا هجيب قيمته بعد كده باخد له الإيه؟ الجذر. طب الطريقة التانية واحدة زميلتكم قامت قايلة لي يا مستر هناخد الإيه؟ الجذر التربيعي للكل. هو جذر التسعة هيبقى كام؟ وجذر ال 16 يبقى كام؟ وجذر ال 60 تربيع يبقى كام؟ وجذر ده التربيع هيتشال يبقى بايه؟ محيط الكبير، بس كده. يبقى هو بأخذ جذر ايه؟ تربيع. يلا اخدنا الجذر للكل، يلا نعمل ايه؟ مقص. يبقى محيط الكبير بيساوي ايه دلوقتي؟ اهو محيط 64 على 3. الكبير هيساوي مين في مين على مين؟ مين اللي جه معاه؟ 3. وفوق كام في كام؟ 4 في 60. يلا طلعت بكام؟ برضه طلعت ب 80. اتفقنا؟ انت حر سواء ده او ده. ماشي؟ تعالى كده. يبقى الاولانيه هقول الاولانيه والثانيه. الاولانيه يا مستر اول ما اجي هنا ممكن اعمل مقص واجيب قيمه ده وفي الاخر ابقى اخد له الايه؟ الجذر. زي ما عملنا من شويه. وممكن من دلوقتي يا مستر التسعه لها جذر، 16 لها جذر، دي لها جذر، دي لها جذر. طب دول لهم جذر ليه؟ عشان عليهم اس 2. لما تاخد لهم جذر الاس 2 ايه؟ بيتشال، التربيع بيتشال. قلنا يا نور ان احنا ناخد لها الايه؟ الجذر، هناخد الجذر للاربعه دول. جذر التسعه كام يا نور؟ وجذر 16 جذر ال 60 تربيع، التربيع اتشال بقى
وجذر المحيط كبير اللي انا عايزه تربيع، التربيع هيتشال مع الجذر، تمام كده؟ يبقى الجذر 20 التربيع بقت 60 والجذر 20 التربيع يبقى لك محيط الايه؟ كبير. نعمل مقص، مين اللي جه مع المحيط اللي انت عايزاه له؟ وفوق كام في كام؟ 4 في 60 عدد بقى كام؟ بقى 80 بقى الحسب. دي فيها مشكلة؟ دي الطريقة الثانية. سهل الكلام ولا صعب؟ تمام. يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا حاولوا كل يحل ده كده ويقول لي الاجابه تطلع بكام. كل يحل دي عنه. مثلثان متشابهان النسبه بين محيطيهما. ادي المحيط. فاذا كانت مساحه الاكبر كذا. ده علاقه ما بين ايه وايه؟ اكتب القانون بتاع المساحه والمحيط واشتغل وقول لي بقى نشوف مين هيجاوب. قول يلا شغال. بس حلو رضا. اكتب بس القانون كده الاول. العلاقه ما بين المساحه والمحيط. المساحه اكتب بس القانون ماشي. على المساحه بتساوي محيط تربيع على محيط تربيع. واللي موجود عندك اكتبه، اللي مش موجود خلاص. اكتب قانونك عوض عليه على طول، ما تضيعش وقت. اكتب قانونك عوض عليه. سعيد استاذنك بس بصدق اللي عملت نقع عمرستا كمل المفروض دماغك على طول. هتلاقي واحد عمال ينقع في الفيديو كده، تمام؟ ماشي. ده لك انت مش عمالين يقولوا لي انا عامل لك رحم القدر. ايه؟ لا كده هنبات هنا كده استحلتيها ولا كله طلع كام؟ 6 وكام؟ 96. تعال نشوف كده، تعال نشوف. ايه يلا يا ملك ايه معايا؟ مثلثان متشابهان النسبة بين المحيطين كام إلى كام؟ بصي النسبة بين المحيطين كام إلى كام؟ 4 إلى 5 صح ولا مش صح؟ وإذا كانت مساحة الأكبر يعني اللي تحت لأن أنا بادئ صغير على كبير، مساحة الكبير بكام؟ لا تربيع ليه؟ بص أنا بعوض إزاي؟ أنا بعوض من غير ما أشغل دماغي في حوارات كتير، أنا بص أنا أجيب لك أسهل حاجة. ماشي؟ مش مستني منك إن أنت تفكر لسه في حاجة. أنا هعوض عليها. يعني أنا دلوقتي إيه اللي فاضل لي؟ مساحة مين؟ الصغير. أهو مساحة الصغير. وتحت دي كام؟ 150. ودي بقت 4 أس 2، عايز تسيبها 4 أس 2 مفيش مشكلة. 5 أس 2 بكام؟ 25. نعمل مقص. يلا مين اللي جه مع مساحة الصغير اللي أنا عايزه؟ مين اللي جه معاه في المقص؟ تنزل تحت. وفوق كام في كام؟ 150 في 16. طلعها لي بالآلة الحاسبة وقول لي طلعت بكام؟ 96 سنتيمتر مربع. طلعت 96. ها تمام؟ 100 100. في مشكلة في الكلام ده؟ أنا أحمد. طب تعالى نشوف سؤال كمان هنا. تعالى نشوف رقم 4 الأول.
مربعان. ايه ده يا مستر؟ كل مره بيقول لي مضلعان متشابهان، لازم يقول لي مضلعان متشابهان. ما قاليش مربعان متشابهان ليه؟ هما متشابهين اصلا، مش احنا اخدنا ان كل المربعات متشابهه؟ اي مربعين كده كده متشابهين، هو بيحور عليا بس كده في السؤال. اي مربعين كده كده متشابهين. المهم لقيته بيقول لي ايه؟ طول ضلعيهما، بيتكلم على الاضلاع وبيتكلم عن المساحه. يبقى دي علاقه ما بين ايه وايه؟ مساحه وضلع، مفيش محيط في الموضوع اهو، ما بين مساحه وضلع. يبقى مساحه على مساحه بتساوي ضلع تربيع على ضلع تربيع، صح ولا مش صح؟ صح. معانا يا بابا؟ مربعان النسبة بين طولي ضلعيهما 3 إلى 4، يعني الضلع ده ب3 والضلع ده بكام؟ ب4. 3 أس 2 طبعا كام؟ 9، و4 أس 2 طبعا كام؟ 16. عشان تعال نشوف يلا بقى المساحات. يقول لي وكانت مساحة الكبير ب 48. الكبير ب 48 اهو يا مستر. فاضل مساحة مين؟ الصغير. هنعمل ايه؟ مقص. مين اللي جه معاها يا جنى؟ ادي مساحة الصغير، مين اللي جه معاها؟ وفوق كام في كام؟ 48 في 9 طلعت كام؟ 27. في مشكلة في الكلام ده؟ اسأل الكلام ده صعب. حلو؟ بيجي في الامتحان على طول. في مسألة تانية بس ما نخلص دي خلصها اكتبوها بس الأول. وبعدين ناخد مسألة بعدها. يلا دي عشان نقول اللي بعدها. يلا يلا معايا. خلاص خلصنا دي. جاهزين؟ جاهز يا حنين؟ بيقول لي مضلعان متشابهان، النسبة بين محيطيهما 3 إلى 2 ومجموع مساحتيهما. فواحد لما قال لي يا مستر يبقى ده مساحة على مساحة بيساوي محيط تربيع على محيط تربيع. ماشي يا عم، حلو جميل. النسبة بين المحيطين كام إلى كام؟ 3 إلى 2. بس خد بالك أنا بادئ بالكبير فوق أهو، الصغير تحت. اتفقنا؟ كبير فوق مع على حسب الترتيب بتاعي. فهي 3 إلى 2. ماشي، المفروض يديني مساحة اللي فوق وأنا أجيب اللي تحت، أو يديني مساحة اللي تحت وأنا أجيب اللي اللي فوق. فأنا مستنيه في السؤال يديني واحد فيهم، تمام كده؟ جيت أبص لقيته بيقول لي إيه؟ ومجموع مساحتيهما هي 95. ولا اداني اللي فوق ولا اداني اللي تحت، ما ادانيش حاجة منهم، تمام؟ اداني مجموعة. يبقى أنا هغير الخطة بقى. أمشي إزاي؟ هي المساحتين كده كده كام دلوقتي؟ يعني مساحة ده على مساحة ده. طبعا البدء فوق الكبير وتحت مساحة الإيه؟ 63 بكام؟ 62 بكام؟ هو مديني مجموع المساحتين، مديني مساحة ده زائد مساحة ده، طلعت بكام؟ 195. هل أنا معايا يا ساجة مساحة الكبير؟ حد قال لك إن مساحة الكبير ب9؟ ده نسبتهم 9 إلى 4. دي نسب. دي نسب. يعني أنا يا ساجة لو قلت لك فلوسي إلى فلوسك اللي في جيبنا دلوقتي بنسبة 2 إلى 1. هل أنا كده معايا 2 جنيه وأنت معاكي جنيه؟ لا، دي نسبة. يعني الفلوس ده للفلوس ده او مساحه ده لمساحه ده 9 على 4، هل ده 9 وده 4؟ لا، دي اسمها ايه؟ نسبه. معناها ان فلوسي ضعف فلوسك. يعني لو معايا 100 جنيه يبقى انت معاكي 50، انت معاكي 40 يبقى انا معايا 80. اتفقنا؟ يبقى النسبه مش رقم حقيقي، مش بتعبر على رقم، دي نسبه. يبقى يا مستر هما مجموعهم 195. بيقول لك الكبير واخد 9 اجزاء والصغير واخد 4 اجزاء. يبقى انا افرض ان الكبير ده كام؟ 9 س والصغير ده كام؟ 4 س. يعني ده 9 اجزاء وده 4 اجزاء. بص كده معايا تاني.
مساحة على مساحة بيساوي محيط على محيط، والمحيط على محيط 3 على 2. المفروض يديني اللي فوق وانا اجيب اللي تحت، اللي تحت وانا اجيب اللي ايه؟ اللي فوق. ما ادانيش ولا ده ولا ده. قال لي مجموعهم. وساعات في مسألة تانية يقول لي الطرح بينهم كذا. بس هو نفس النظام، بس بدل مجموع الطرح. فولا اداني ده ولا ده، يبقى انا شغال بالنسب يا ساره دلوقتي. يبقى نسبة ده كام يا شهد؟ نسبة الكبير كام؟ 9 أجزاء. يبقى 9 س. ونسبة اللي تحت كام؟ 4 أجزاء. يبقى كام؟ 4 س. في أي مشكلة في الكلام ده؟ تمام يا مستر. 9 س زائد 4 س بتساوي 195. هي 9 س زائد 4 س بكام؟ ب 13 س. 9 س و4 س كام يا شباب؟ 13 س بتساوي كام؟ 195. يلا نجيب قيمة الجزء الايه؟ الواحد. ما هو ده واخد 9 أجزاء وده واخد 4 أجزاء. قيمة الجزء الواحد نقسم على كام؟ نقسم لي كده على 13 ويقول لي س طلعت بكام؟ س طلعت بكام؟ 15. يبقى الجزء الواحد يا أحمد بكام؟ يبقى الكبير مساحة الكبير، طبعا مساحة الكبير، والكبير كان واخد كام جزء؟ 9 أجزاء لوحده، يبقى 9 بكام؟ ب 15. والصغير كان واخد كام جزء؟ مساحة الصغير كان واخد كام جزء؟ الصغير كان كام جزء يا شباب؟ 4 أجزاء يا مستر، يعني 4 في س اللي هي 4 في 15 اللي هي بكام؟ ب 60. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ و9 في 15 اللي هي كام؟ 135. اتفقنا؟ يبقى انا كده مساحتي الكبير 135 ومساحته الصغير كام؟ 60. طبعا سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع. طب لو كان قال لي الطرح مسار 10 س ناقص 7 س يبقى كام؟ 3 س واقسم نفس الكلام، بس بدل الجمع تبقى ايه كده؟ طيب. في مشكلة في الكلام ده؟ سهل السؤال ده برضه؟ بس ده غير التانيين، بس انا كده كده شغل واحد. الثلاث قوانين دول.